بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا ان شاء الله هيبقى النهارده عن زراعة الفلافل يا جماعة، اللي هي الفلافل اللي هي الشطة يا جماعة. بس النوع اللي احنا نزرعه ده نوع غريب شوي. هنزرع دلوقتي مع بعضينا يا جماعة من البذور. الزراعة ازرع فوق سطح بيتك واحصل على آلاف الشتلات بدل ما تروح تشتري شتلة من بره. كل اللي عليك يا جماعة ان احنا نجيب القرن بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، ونبدأ نفتح القرن كده يا جماعة بنفس الطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعمل لايك للفيديو علشان يوصلك كل جديد. وانت طبعا ما تسيبش الفيديو دلوقتي علشان تستفيد. طبعا اجزاء الفيديو كلها متربطة على بعض، يعني ما تسمحش حتى من الفيديو تقول انا كده خدت المعلومة. تمام يا جماعة، ونبدأ يصلي على النبي. هنبدأ نطلع البذور بتاعتنا كده يا جماعة. ادي يا جماعة فيها كمية بذور رهيبة. نبدأ يا جماعة نطلع البذور منها يا جماعة كده. طبعا بصوا يا جماعة كمية بذور رهيبة يا جماعة فيها. نبدأ يا جماعة نحوش بس كده يا جماعة ونطلع البذور اللي فيها يا جماعة. فيها كمية بذور رهيبة يا جماعة. طبعا لو يكون فيها بذور رهيبة كده يا جماعة نعمل ايه بقى؟ احنا مش لسه يا جماعة هنعملها هي زي ما هي كده يا جماعة بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه. ونبدأ نبحث في التربة ونبدأ نسيبها كده يا جماعة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. ولو عندك انت بذور تاني هنا قاعدة بدل الخسارة بدل ما تترمي، نبدأ نحطها جوان. ونبدأ يا جماعة نضيف شوية تربة خفيفة خالص يا جماعة، شوية تربة خفيفة خالص. تمام. وهنبدأ نرش عليها، يعني رشة خفيفة يا جماعة حوالي يعني كل يوم كده. وتحاول يا جماعة انك تخليها في حتة ما تكونش معرضة الى الشمس نهائي كده يا جماعة بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه. وتبدأ تسيبها في حتة طبعا زي ما قلنا ضلة، وبعد اسبوع هتلاقي النمو التخدير. طبعا بعد ما خلصنا يا جماعة معلومة مهمة جدا، هتبدأ تغطي البذور بتاعتك كده. طبعا انت لو ما عندكش حاجة تزرع فيها بنفس دي كده عادي بكوب كيس اللي انت تزرع فيه مثلا قصيص وتغطيه بكيس من فوق يكون كيس شفاف يا جماعة. وتبدأ طبعا تسيبها في حتة ضلة. وصلى على النبي.